تزور بيت النبي اللي تصلي على النبي يا كريم يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيكم على مطبخ أبو عمر المصري. النهاردة هنعمل حاجة حلوة. أنا صحيت من النوم مقريف في موضوع كده شاغلني، طقت في دماغي أعمل حاجة حلوة. ببص في التلاجة لقيت عندي تفاحتين جمال، ولقيت عندي معلقتين جوز هند ومعلقة زبيب ومعلقة سوداني، وجبت طاسة حطيت فيها معلقة زبدة وجبت نص كوباية سكر. خليكم معايا. هنمسك التفاح زي ما انتم شايفين، هنقطعه قطع صغيرة زي ما انتم شايفين كده، ونقيه من البذر والشوائب اللي جواه. الفيديو بتاعك مكسر الدنيا وبيتعرض في التلفزيون. المال الحلال اهو، المال الحلال اهو، المال الحلال، العدس بتاعي اهو، العدس بتاعي اهو. اخيرا زي ما انتم شايفين اهو قطعناه. يلا بينا بقى، ونزلنا بالطاسه زي ما انتم شايفين على نار هاديه، وفيها معلقه السمنه او الزبده زي ما احنا عاوزين اهو. وبعد كده هننزل بالتفاح بتاعنا اللي قطعناه ونسيبه ياخد تشويحه على النار. نقلب بس لغايه ما ناخد تشويحه كده. واخيرا بعد ما حسينا انه اتكرمل هننزل بالسكر بتاعنا اهو، ومعاه سنه ميه صغيره، ونقلب. وهنقلب كده زي ما انتم شايفين اهو، ابتدى يتكرمل معانا وتشبع بالسكر. مع حسنا ابتدى يتكرمل هننزل بالحاجة بتاعتنا، الزبيب وجوز الهند والسوداني، وياخد تشويحة. وهنفضل نقلب فيه كده. الريحة ابتدت تظهر، ابتدى يتكرمل اهو. هنطفي عليه النار وعلى طبق التقديم على طول. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في حته. مطبخ ابو عمر المصري، حلى التفاح. واخيرا تسمحوا لي ادوق. بسم الله الرحمن الرحيم. روعه. انا مشكرش في نفسي. اوعوا تنسوا اللايك والشير. مطبخ ابو عمر المصري.